ورجعنا لكم بعد فاصل ومكملين معاكم باقي فقرات مصر الحلوة. ماراثون الثانوية العامة اللي احنا شغالين فيه دلوقتي مجهود كامل للطلبة وأولياء الأمور على مدار سنة كاملة. الكل بيحلم بمستقبل واعد، الكل بيذاكر، الكل بيجتهد علشان في النهاية يلاقي نتيجة لهذا الجهد ولهذا الاجتهاد يقدر انه يرسم من خلاله الحلم. كنا بنتمنى انه السنة دي زي ما بدأنا بدايات حلوة كتيرة في حياتنا، وبدأنا بداية جميلة مع رئيس جديد ومع مصر الجديدة ومع مصر بقوتها اللي عادت، كنا بنتمنى ان الوجع اللي كان جوه البيوت اللي اسمه الثانوية العامة ينتهي. لكن لقينا تجديد هذا الوجع بعد ما شفنا بعض التسريبات الخاصة للامتحانات، بعد ما شفنا بعض القلق وبعض الدموع من الطلبة والطالبات لعدم وجود أسئلة داخل المناهج، انه الامتحانات جاية على يعني لا تناسب مستوى الطالب. خلونا نطرح القضية دي بكل مشاكلها وبكل همومها وبكل تحدياتها ومستقبلها عشان نشوف الحل ايه في المسألة دي مع الأستاذ سعيد عمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأسبق. مساء الخير يا أستاذ سعيد، وشرفنا ومنورنا في مصر الحلوة. أهلا بحضرتك وأهلا بأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ من اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، الواقع بتاع الثانوية العامة. كنا نتمنى ان الوجع ده زي ما قلنا ما يكونش موجود، لكن بعد تسريب الامتحانات واللي حاصل مش كل الامتحانات مش كل الامتحانات طبعا، لكن خلينا نتكلم عن مفهوم التسريب. يعني ازاي اقدر اقول الامتحان ده بالفعل ينطبق عليه لفظ التسريب من عدمه؟ نعم. ومسؤولية القائمين على اللجان في هذه اللحظة. نعم مسؤولية كل واحد. تمام، مسؤولية كل واحد. الحقيقة بداية يعني عايز أقول في الأول إنه رئيس عام امتحانات الثانوية العامة السنة دي أعد للامتحانات إعداد جيد من حيث الإعداد الإداري والإعداد التنظيمي وتجهيز اللجان يعني توزيع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بطريقة جيدة ومتميزة هذا العام. لكن منظومة الامتحانات من حيث الأسئلة ومن حيث واقع لجان ما حدث في لجان السير اللي هي اللجان اللي بتبقى في داخل المدارس، يعني الحقيقة أمر يجب أن نتوقف عنده طويلا. يعني إيه لجان السير اللي جوه المدارس؟ لجان السير اللي هي اللجنة اللي بتبقى في داخل المدرسة اسمها لجنة سير، لجنة الامتحان اللي الولاد بيمتحنوا فيها بنسميها احنا لجنة سير الامتحان. هو المشرف، المراقب العام، ورئيس اللجنة ورئيس الدور ورئيس اللجنة والمراقب الأول والمراقبين والكنترول والملاحظين اللي في داخل اللجنة. دعنا نتحدث أولا عن مفهوم التسريب. إذا خرجت أسئلة الامتحان قبل بداية الامتحان، قبل بداية فتح المظاريف، يعتبر هذا تسريب للامتحان ويؤخذ عنه المسؤول. بقى تتحدد المسؤولية بقى في وضع الامتحان والطباعة والكلام ده، الأشخاص المنوط بهم الحفاظ على سرية الامتحان. لكن إذا اتفتحت المظاريف داخل لجنة السير واستلم الطلبة أوراق الأسئلة والملاحظين ثم سربت بعد ذلك الأسئلة، الخلل يكون في لجان السير. القائمين على اللجنة هم المسؤولين عن ده. في لجان السير سواء من الملاحظين أو العمال أو الموجودين داخل لجان السير أو الطالب نفسه. يعني التكنولوجيا دلوقتي أو الطالب عن طريق الوسائل الحديثة المتاحة، ودي برضه هتبقى مسؤولية اللجنة لأنها مكنت الطالب من أن يدخل ومعه موبايل أو محمول أو خلاف ذلك. إذن هناك خلل وهناك قصور، هذا القصور يجب أن تتحدد أطرافه بشكل أو بآخر حتى نقضي على مشكلة التسريب. وأحب في هذه اللحظة أن أقول ليس عيبا أن نخطئ، ولكن العيب أن ننكر الخطأ. لا، نقول إحنا أخطأنا وسوف نصحح أخطاءنا. يعني احنا عندنا تسريب دلوقتي. يعني أنا على ما سمعت، يعني كان في نفي من أول يوم يعني على ما سمعت وقيل إنه بعد بداية الامتحانات. طب ما هو بعد بداية الامتحانات يبقى في خلل في داخل لجان السير، يجب أن ندرك مواطن الخلل حتى نعالجه ونحاسب المقصر.
احيانا بيكون الرد يا فندم من الوزاره بتقول لك انتوا عارفين انا عندي عدد الطلبه قد ايه، عدد لجان السير او اللجان اللي حضرتك بتقولها عددها قد ايه، فانا اضبط اي منظومه بيكون فيها خلل. هل الرد ده مناسب للتربيه والتعليم؟ يعني يقول لك الطب ممكن مريض يموت، حاله تحصل، مستشفى ما تستقبلش مريض، هل ده يجوز في التربيه والتعليم؟ لا، ما انا حاسب لجنه السير او القائم رئيس اللجنه، بالتالي انا هعرف الخطا جاي منين. رئيس اللجنه لو الطلبه فيها اجهزه حديثه بيقولوا بنشوف فيه موبايلات شايلها الطلبه ولا ايه، بنشوف، بنقول ساعه ما افتح مظاريف الاسئله يمنع منعا باتا خروج اي حد من داخل لجان السير. طب ما ده ممكن يتصور وهو يعني وهو موجود جوه اللجنه. ده انا بقول اهو، زي ما قلت الطالب ما يبقاش معاه تليفون محمول او اجهزه حديثه، كذلك الملاحظ. ولنسمح لرئيس اللجنه فقط بان يكون معه تليفون اذا ما كانش في اللجنه تليفون، عشان تبقى المسؤوليه محدده. فكره جيده، اول مره اسمعها. يبقى للطوارئ يعني في الحاله للطوارئ. دي، يعني عشان هل يتصل برئيس عام الامتحانات، لو المدرسه فيها تليفون متاح فيها وسيله اتصال ومعروفه ومتاحه، تمام، ده يغني ان رئيس اللجنه يكون معاه تليفون. مفيش، على الجميع حتى نضمن الامن والسلامه للعمليه الامتحانيه بكامل هيئتها. في حاجه اخطاء بيقع فيها بعض رؤساء اللجان. ايه الاخطاء دي؟ انه بعد ما نفتح مظاريف الاسئله والكلام ده، واحد عامل يكون ولد عامل شاطر ولا حاجه، يقول لحد عايز سندوتشات، او يطلع يجيب سجاير لمراقب، او يطلع يجيب حاجه او طلب او قلم. ابدا، يمنع منعا باتا. ساعه ما هنفتح مظاريف الاسئله ما فيش حد يغادر اللجنه. مش ده يعمل توقر يا فندم؟ طب يعني كده بحسسهم انه سكنه عسكريه كده يعني. لا يعني ما حدش يطلع بره، ما حدش يطلع بره. لكن الرقابه الذاتيه هنا مش وارده يا دكتور. معلش، او غرفه الاسئله اللي فيها المراقبين ورئيس اللجنه والمراقب الاول اللي بيفتحوا المظاريف وبيعدوا الورق الاسئله والكلام ده، وبعدين الورق المتبقي في حوزه رئيس اللجنه، ما فيش حد بقى يطلع عليه خلاص. بس لكن ما فيش وسائل حديثه للتصوير وغير ذلك، ممكن يبقى في تأمين وسلام. طيب برأي حضرتك احنا عندنا شكاوى في الكام مادة اللي احنا شفناهم الفترة اللي فاتت دول بصعوبة وضع الامتحان. معنى كده ايه؟ هل وضع الامتحان ده هو مش حاسس بأولادنا والظروف اللي احنا كنا، انا طبعا مش بقول انه يسهل الأسئلة، ولا دي فعلا ان الولاد كانوا مش مذاكرين وضع السياسي للبلد، المناهج ما كانتش كلها تم ان هي اتدرست بشكل كامل؟ شايف ده ازاي يا فندم؟ هل فعلا كان في صعوبة طيب اصلا؟ هو في المركز القومي للامتحانات، إحدى المراكز المتخصصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، بيحط ضوابط للورقة الامتحانية اللي هي المواصفات بتاعتها. مواصفات الورقة الامتحانية. والمفترض في وضع الامتحان أو واضعي الامتحان أن يراعوا هذه المواصفات أثناء وضعهم للأسئلة. تتمثل في إيه المواصفات دي؟ يعني الامتحان بيبقى متدرج، وبيبقى يعني يعتمد على الفهم مش على التلقين، ويبقى متدرج بأكثره للطالب المتوسط والطالب العادي، وقليل منه بنسبة 10 إلى 15% للطالب المتفوق. حتى مع اختلاف الرؤى التعليمية في المدارس، ان المحافظات النائية مثلا والمحافظات اللي مثلا في الصعيد والحدودية حجم تلقي التعليم احيانا في المدارس يختلف. يختلف كمان هنا عن حجم يعني مستويات الطلبة. انا لا مش هنحط كل لا يعني انا بتكلم لا مش هنعمل كده، بس اكيد هيبقى في مراعاة للبعد ده. انا هقول انا لو انني تخيلت مادة من المواد في الثانوية العامة فيها 5 أسئلة، وكل سؤال من ال5 فيه 4 فقرات. ال5 أسئلة عليهم 100 درجة، يبقى كل فقرة عليها 5 درجات. تمام؟ يبقى أنا لو 10% أو 15%، خلينا 15%، 3 جزئيات. يعني إيه 3 جزئيات في ال5 أسئلة؟ اللي هي ال5 أسئلة فيها 20 جزئية. 20 جزئية، 3 منهم بيخاطبوا الطالب الإيه؟ المتميز والمتفوق، وباقي الأسئلة بين الطالب العادي والطالب فوق العادي شوية الجيد. أعتقد أن جميع الطلبة لابد أن يحلوا في الامتحان، وأن 50% حتى على الأقل 50 أو 60%. أنا لا أتحدث عن طالب ضعيف. الطالب الضعيف ماليش دخل بيه، الطالب اللي ما ذاكرش ماليش، لكن ما ينفعش الطالب يبقى مذاكر أو طلبة كتير يبقوا مذاكرين وكلهم يطلعوا يشكوا من صعوبة امتحان زي امتحان اللغة الإنجليزية. والإحصاء امبارح كان كل مصر متنكدة بصراحة. لا تجتمع أمتي على ضلال.
طب يا فندم احنا ليه يا حسام، انا هقول السؤال ده ودعوني اتفضل يا فندم. أضع مقترحا أمام وزارة التربية والتعليم في الأعوام القادمة. أنا أرى في الثانوية العامة غرفة عمليات الوزارة يبقى معاها مظروف من مظاريف الأسئلة في كل يوم، وتجمع 3 مدرسين من نواحي مختلفة إن شاء الله من محافظات مختلفة، وتقعدهم في أماكن وتديهم ورقة الأسئلة يحلوا مع الطالب ورقة الأسئلة ويشوفوا مدى استجابة الطالب لده، يشوفوا الأساتذة. لأنه إذا كان السؤال في مادة من المواد اختلف عليه 3 مدرسين يبقى ذنب الطالب إيه؟ ما ينفعش. أستاذ سعيد، هرجع للنقطة اللي حضرتك قلت لي إن في من يقيم الأسئلة الآن. ليه ما بنروحلوش قبل ما نطرح الامتحان؟ ليه وأنا بضع امتحانات أحط عندي 3-4 نماذج وأطرحها على من يقيموا وضع الامتحان ده؟ هل هو في مقدور الطالب المتميز أم هو صعب بالدرجة مرعبة ولا هو ضعيف؟ لا، هل في مشكلة ده؟ السلطة المختصة لما بتجتمع مع مستشار المواد ومع المسؤولين عن وضع الأسئلة بتديهم رؤى وبتديهم توجيهات معينة. وأذكر أنه بعد ثورة 25 يناير أنا صادفتني 2 سنين في امتحانات شهادات محلية تابعة للمحافظات. كنت في اسكندرية في سنة وكنت في القاهرة في سنة، امتحانات الابتدائية والإعدادية. وجاء موجهو العموم اللي هم المسؤولين عن وضع الأسئلة، قلت الأسئلة لا تخرج من الكتاب المقرر، الأسئلة تكون واضحة ومحددة، الأسئلة تكون إجابتها واحدة. ما يجيش الطالب يقول له مرادف كلمة كذا ويجيب له 3 كلمات يمكن الاثنين كلهم شبه بعض. لا لا لا، تكون محددة وما يختلفش عليها 2 من الأساتذة. لا، يعني إذن هناك ضوابط وهناك معايير إذا راعيناها بدقة بعيدا عن الفزلكة وبعيدا عن التعقيد وبعيدا عن الغرابة هتخرج الامتحانات. المواد اللي احنا شفناها دي كان فيها فزلكه. لا، وكمان مسألة فاكر حضرتك لو الكلام اللي حضرتك بتقول فيه كنا احيانا بنلاقي خلط السياسة ببعض الأوراق الامتحانية، يعني مثلا يتطرق لرئيس داخل أسئلة أو كان الثانوية العامة مرسي مكتسح في العربي. طب خلينا نتكلم مع حضرتك عن منظومة التعليم في مصر، المنظومة بشكل عام، وهاخد تجربة كانت قامت بيها وزارة التربية والتعليم وأكيد حضرتك فاكرها، مسألة نماذج الكتلة الحرجة. الكتلة الحرجة اللي كانت بتيجي من المحافظات وكانوا بيتلقوا تدريباتهم في مدينة أكتوبر. انعكاسات ده كان على الجودة التعليمية في وقت من الأوقات كان قوي جدا، وكان قادر ان الكتلة الحرجة دي بمثابة مندوبي الوزارة وهم مش موظفين، ده هم مدرسين منقيينهم من مؤهلات وكان ده انعكاسه طيب. ليه توقفت دي؟ وفي نفس الوقت نقدر ازاي نصحح ده في المنظومه التعليميه، يعني نقدر نرجع ده من تاني؟ يعني هي الكتله الحرجه كانت ايام الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وحتى اسمها كان يعني والدكتور حسين كامل بهاء الدين له ما له وعليه ما عليه، اصبح في ذمه التاريخ. تمام. لكن انا هقول دلوقتي عن منظومه التعليم وهأركز يعني تركيز سريع وبسيط على المعلم والكتاب المدرسي والمنهج والكثافة داخل الفصول. وهي دي تقريبا ال4 محددات اللي كانت في الكتلة الحرجة وقتها. يعني في حاجات تانية كده بس. وأعتقد فيما أعتقد أن عصب العملية التعليمية هو المعلم. مدرس طبعا. المعلم. والمعلم في مصر يجب أن يعد مهنيا وتخصصيا في مادته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أعد المعلم تخصصيا في مادته، ونرجع حاجة اسمها الدرس النموذجي، يبقى مجموعة مدرسي المادة الواحدة في المدرسة مع بعض كويسين، يأخذون من بعضهم ويعطون لبعضهم، كل واحد كده بيتناقشوا. دي جزئية. يبقى التنمية المهنية للمعلمين تنمية تخصصية، وليس التدريبات بقى يقول له تعمل ايه ولا ما تعملش ايه ولا تحضر ازاي، لا، يحضر التحضير الذهني، يبقى عنده العلم، عنده المادة العلمية اللي تجعل الطلبة يقعدوا قدامه ويحترمونه ويقدرونه. نمرة 2، العطاء المادي المناسب للمعلم. وإذا أعطيته عطاء ماديا مناسبا يكفيه وأسرته، يبقى هنا نظام الثواب والعقاب. ده مسألة الكادر اللي احنا شايفينه دلوقتي. لا كادر لا، يعني يتجاوز بقى ويعدي المرحلة دي، لكن يبقى في حساب وحساب صارم في نهاية العام، زي ما بنروح في الدول العربية وبنشتغل بإيدينا واسناننا
وبعمل جيد ونبذل أقصى ما نستطيع وبضمير، وما فيش دروس خصوصية. لا يستطيع إنسان أن يعطي درسا خصوصيا إذا كان معرض للسعودية أو الكويت أو أي دولة عربية، لأنه في نهاية العام بنقول له ده تم تجديد عقده وهذا تم إلغاء تعاقده. يبقى المعلم رقم 1. رقم 2 المنهج، الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي يجب أن ينسف نسفا. احنا بنعتمد في الكتب المدرسية على الكم لا على الكيف. الحشو اللي دايما الناس بتتكلم عليه. وارجع اقول بقى الكتب المدرسية فيها 33% حشو. طب ما انا اجهز الكتاب المدرسي من الاول، وفي إدار ملعام وفي توفير وفي حاجات كده، حاجات كتيرة جدا جدا. وفي مستقبل الأيام من الممكن الاستغناء عن الكتاب المدرسي، والمناهج تبقى تطلع على النت وعلى المعطيات الحديثة اللي الطالب ياخد منها. ده كلام سريع على الكتاب المدرسي. المناهج، هل المناهج دي حاجة مقدسة؟ لا، أنا أعطي للطالب من المناهج ما يفيده علميا وما يربي عنده قيمة أخلاقية. يعني جميع الطلبة على كافة المستويات في مرحلة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي يخرجون ساعة ما بيخلص السنة الدراسية أعتقد أنه لا يتذكر شيئا. يمكن على أيامنا احنا زمان أنا متذكر ما درسته في أولى إعدادي وثانية إعدادي وثالثة إعدادي، متذكر لغاية يمكن الثانوية العامة اللي هي الدفعة المزدوجة. لغاية نعم. يمكن أنا كنت يعني احنا دفعة مزدوجة. أنا بقول لغاية المرحلة دي كنا حاسين بحاجة اسمها تعليم. لكن دلوقتي الطالب خلاص. ليه؟ لا، عشان أنا بكدس في المنهج وبجيب حشو زيادة وبحط موضوعات لا محل لها من الإعراب ولا قيمة لها، وموضوعات بقى كأننا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا، ده أنا أحط مناهج تفيد الطالب، تعطيه علما، تربي عنده قيمة أخلاقية، ويجب إعادة النظر في المناهج الدراسية كل 3 سنين على الأقل. حقيقي عشان نبقى مواكبين للعصر. مش ببقى الولد والبنت بيدرسوا في عصر ملوش بالنسبه له اي اهتمام كمان. خليني ارجع لحضرتك يمكن لاساس حلقتنا النهارده، وهي الثانويه العامه. وهي الشاغل لكل بيوتنا. وانت سالتني حتى حضرتك انت مهتمه قوي، انت عندك حد ثانويه عامه؟ لا، انا ما عنديش حد ثانويه عامه، بس انا بشارك الناس دايما اهتماماتهم. المواد اللي تم تسريبها يا فندم حاليا، وتاكد ان بالفعل تم تسريب على الاقل ماده اللغه العربيه، انا فاكره كده. التعامل معاها هيتم ازاي وايه العقوبه؟ هل في ممكن نلغي الماده دي؟ هل وارد ده نلغي الامتحان؟ لا خلاص، هم صححوا العينات وكده، بس اجابات سريعه. توزيع الاسئله، توزيع الدرجات، ادي رقم 1. ده حرام، ده ظلم فعلا للطالب اللي ذاكر. المقصرين والمخطئين. ويحدد عايز اقول لحضرتك كمان مسار الاسئله حاجه من ده. فين من الواضع الى فين الى فين الى فين. لازم مؤسسات الجودة التعليمية دورها ايه في مسألة الحراك المجتمعي ناحية التعليم اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان انا عايز اعمل تنمية مهنية للمعلم؟ فيعني احنا نفتقد للتدريب في الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة. مثلا عايزين نتكلم بصراحة بقى ولا ندفن رؤوسنا في الرمال؟ لا، محتاجين نتكلم بصراحة وبسرعة. يجب أن يكون التركيز على جودة التعليم، على العملية التعليمية داخل الفصل. مش يبقى يعني مقياس الجودة للمدرسة وإعطاء الجودة للمدرسة بدفاتر وتجهيزات إدارية وتنظيمات وكلام حاجات تنظيمية. وأذكر وأنا في القاهرة وجاءتني المسؤولة عن الجودة، وكانت مرشحة بالمناسبة، كانت مرشحة لكي تكون وزيرة في الوزارة السابقة، وجاءتني لكي تعرض علي قضية المدارس التجريبية، وقالت لي إن الكثافة في المدارس التجريبية هتحرم حصول المدارس دي على الجودة. فأنا أشرت لها، قلت لها مصلحة الطلاب أولى من الاعتماد والجودة. يا فندم هرجع لحضرتك برضو، يعني هاخد في عجالة سريعة جدا نقول ايه لأبنائنا اللي هم ما زالوا في الامتحانات وأسرهم. رسالة من حضرتك كطرف في التعليم كنت، وكأب في النهاية لأولاد أكيد تخطوا مرحلة ربنا يبارك ويخلي إن شاء الله. فنقول لهم ايه النهارده في ظل أنا شايف تسريب؟ أكبر دماغي وأتعامل أنا خلاص، الدنيا اتسربت الامتحان جه صعب يخلص وينتهي يوم، ولا نقول لهم ايه؟ أنا أقول لهم لا تلتفتوا إلى ما فات، والتفتوا إلى ما هو آت، وركزوا في المذاكرة والجد والاجتهاد،
لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ودائما وأبدا الطالب أو الطالبة بقول لها أثناء ما تستلمي ورقة الأسئلة اقرأوا الأسئلة كاملة قبل الحل، مش سؤال سؤال. حتى لو أنت طالب متفوق اقرأوا الأسئلة كاملة قبل الحل لكي تحددوا من أين تبدأوا إجاباتكم. أنا ابني مش بيقرا المتسرع جدا. بشكر حضرتك، ودي رسالة ليه النهارده لكل أبنائنا وأسرنا اللي بتسمعنا. بشكرك أستاذ سعيد عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق، وبشكر حضراتكم لمتابعتكم الفقرة. لكن الفقرة الجاية فقرة مهمة جدا لأنها نجمة وشاعرة أبكتنا، هي بكت وبكت مصر كلها معاها من حزنها على البلد الفترة اللي فاتت. لكن النهارده في مصر الحلوة هنشوف ضحكتها وهتفرح مصر كلها في مصر الحلوة. خليكم معانا نستقبل ضيفتنا الشاعرة نور عبد الله أنا مستنياك تقول بعد الفاصل. الشاعرة نور عبد الله بعد الفاصل. خليكم معانا.